هلا، واليوم راح نسوي الخبز العربي. طبعا ريحة الخبز هاي بالبيت أنا بالنسبة لي تعتبر عشق. أطيب شي وأحلى شي الخبز لما يتسوى بالبيت. راح أسوي طبعا اليوم الخبز العربي أو الخبز الشامي، مثل ما شايفين. شوفوا البخار اللي طالع من عنده يشهي ويجنن، والله أطيب. راح ناخذ نص كيلو طحين، راح أحط عليه ملعقتين كبار سكر وملعقة ونص خميرة ورشة ملح. راح أستخدم مي دافي شوي شوي وأبدي أعجنها. هسه راح أعجنها بإيدي ولحد ما تصير هذا شكلها، تكون العجينة طرية ومكسة. بس راح أغطيها وأتركها تتخمر. بعد ما اختمر تقريبا نص ساعة أبدي أشكلها. شوفوا العجينة شلون حلوة. راح أشكلها بكل سهولة. طبعا الأحجام حسب إحنا بكيفنا، حجم الخبز اللي نريده. أنا راح أسوي بهالشكل هذا. راح أغطيها وأتركها ترتاح شوي. بعدين على رخامة راح أحط شوية طحين وأبدي أفتح الخبز بالشبك مثل ما شايفين بهالشكل هذا. إذا أن نوصل للسمك تقريبا تكون هذا سمكها. أغطيها ترتاح شوية. بعدين راح أخذ طاوة على النار، على نار عالية، بعدين نص النار شوية تكون النار وسط. أبدي أحط الخبز، وأول ما يبدي شوي يجمد أبدي أقلب بيه شوي شوية، هو يبدي ينفخ مثل ما شايف.